حياكم الله. اليوم مع فاطمة النجوم، في نجوم مختلفة بالسماء، بس اليوم عندنا نجوم بالأرض والنجوم أنواع. معنا أول نجم رياضي، اللاعب هاشم الرامزي، ومدرب حاليا نادي العربي تحت 20 سنة. الله يوفقكم وتشرفنا بمعرفتك. والنجم الثاني معنا الكاتب عيسى الحساوي. تشرفت فيكم اليوم، قاعدة لطيفة جميلة، تشرفت بالإخوان الموجودين. وطبعا اللي نور ديرتنا اليوم نجم الفنون، حياك الله. الفنان قيصر عبد الجبار من العراق. حياك. ضابط ملازم أول ماسك قصر العدل، مدرب كرة قدم النادي العربي، وإن شاء الله وقفت عشان النجمة، فإن شاء الله السنة الجاية نشوف لنا نادي زين وهذا ووفقنا ان شاء الله. بعيد هني وهني، الداخليه ورياضه بعد هذا اللي الله كاتبه. شنو انت ايش رايك الحين بالكره؟ عطنا شي على السريع. انا وايد طلعت على الهواء، وايد سويت مقابلات. كره بالكويت ما في، رياضه بالكويت ما في، ما في رياضه فيها. شيء هذا نحبه، تربينا عليه، نحب الكره، شيء ما ينوصف. حتى بعواس مشجع عرباوي بحت، بس احنا نقول رياضه. الله يوفقنا ان شاء الله، ان شاء الله نشوف المستقبل بالكره الكويتيه قدام. ان شاء الله. يمكن اللي قاعد تدربونهم الحين الاجيال هذه يطلع من في مواهب، في عندنا ناس خامه زينه، بس من اللي يطور كره القدم بالكويت، من يطور رياضه بالكويت، هذا اللي احنا ما قاعد نشوفه بالرياضه بالكويت كلها. ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله، ونشوف الكره تعلى وتعلى ان شاء الله. ان شاء الله. خارج عن المألوف، قل لي. خارج عن المألوف هذا سيزن 8 حلقات، كان من اخراج محمد الطوالة، من تأليفي طيف احمد النجار، صمود المؤمن، من النجوم يعني ما ابي انسى احد. صورنا خلصنا حق منصه في احدى المنصات. ان شاء الله الشهر الجاري ان شاء الله بنعرض. حاليا عندي مسلسل اسمه خط احمر قاعد يعرض على قناه دبي، من بطوله الفنان القدير علي السبع من السعوديه، الفنان جاسم النبهان، يعقوب عبد الله، هبه الدري، سعود بشهري، واهم نجوم يعني اخرين. والحين قاعد احضر حق مسلسل اسمه من الصفر، قاعد نرتب بندش التصوير ان شاء الله قريب. اخذ معي قيصر عبد الجبار، مفاجاه حصريه حتى لا متميز. راح يغني اغنيه المقدمه ان شاء الله باذن الله. وخلي انا في شغله دريت ان انت بدايه كنت ممثل، ولكن اقول لك رحم الله من عرف قدر نفسه. ما حبيت نفسي بالتمثيل يعني، اعترف. شفت نفسي اكثر بالكتابه. ما حبيت تكون 7 صنايع بالبخت؟ اي ما ادري، ما حبيت نفسي. ما شفت نفسي اكثر بالكتابه، خذيت حقي فيها يعني. انا اول سنه سويت كذا عمل يعني، بدايه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عشان لا تقول انه حاسدينك يعني. بدايتك ومعاك ممثلين ما شاء الله نجوم كبار بالمسلسل. الحمد لله الحمد لله يعني. معرفه ولا لا والله صدفه والله. شوفي اليوم الممثل يعني مثلا نفس جاسم النبهان ما يجامل على حساب تاريخه. نفس حتى مثلا اللاعب تلاقينا مثلا ما ينزل من مستواه يعني شلون نقول يعني مثلا حق نادي ثاني اقل ما يجامل على حسابه. خلاص انه عنده برستيج خاص. نفس جاسم النبهان ما يجامل، خلاص نص قوي، كاست زين. انت شايف الحين الفن مجرد بالكويت راح ينجح ولا لا لازم خليجي عالمي؟ لا شوفي احنا يعني امتيازات اللي عندنا شوي ضعيفه، لكن احنا بالخليج رقم واحد ما زلنا، وللحين رقم واحد بالخليج يعني. مثل ما انت شايفه انا فعلا بالمسلسلات بالكويت هي اللي بالخليج هي اللي يطلعون المسلسلات الكويتيه، بالعراق، من السعوديه، من البحرين، قطر. اي نعم. الله يوفقك. اللهم امين يا رب. حابين نقول افراقك اللي انشهرت عندنا بكل دول الخليج. طبعا انت لك اغاني ثانيه، بس بالكويت ودول الخليج اكثر شيء عرفوك فيها، فكلمنا عنها. اغنيه افراقك لا تظن طبعا كلمات الشاعر حسن والحاني. طبعا هذه الاغنيه طبعا
لاقت استحسان المستمع الخليجي، يعني اخواني ان شاء الله اهل ديرتي بالكويت، قبل ان تلاقي استحسان المستمع العراقي طبعا. ليش حسيت انه لامست فيهم شيء يعني، ولا شنو بالضبط؟ ولا الكويتيين حساسين زياده عن اللزوم؟ لا يعني الاغنيه هي بحد ذاتها يعني تتكلم عن فشي ما حد ما يعرفه شنو، انا ما اعرف شنو الاغنيه اصلا. يمكن انت اللي وصلتها لهم. يعني في وقتها انا غنيتها باحساس كلش عالي يعني، فوصلت المسامع المتلقي الخليجي بحذافيرها يعني، بكل كلمه انا وصلتها باحساس عالي. فاللي خدمها اكثر شيء هو الجمهور الكويتي من خلال نشرها ودمجها على مقاطع مسلسلات و يعني مواقف معينه، فصعدت الاغنيه في الوطن العربي من خلال الجمهور الكويتي. الحين عندك اغنيه احنا بالكويت نقول حبني بقوه. اي حبني قوه. قوه اي اغنيتي الاخيره حبني قوه. قوة تقول الذكاء صح؟ حبني قوه. بس كتابيا قوة. اي نكتب قوه. لا قاف. اي حبني قوه. اي هذه الاغنيه كلمات الشاعر احمد الميالي والحان الراقي مصطفى الربيعي. والله انا عبالي العكس، لان سمعت ان الكلمات مالت اي عيسى الحساوي. عيسى الحساوي لا ذيك فراقك الحان. فراق احنا فنون. رحت الاستوديو سجلت فراقك. انا رحت الاستوديو على اغنيه ثانيه تماما. اوكي. وتمرنت عليها بالمناسبه اسبوعين، بعدين قالوا لا غني هاي الاغنيه. هي يعني غير جو تماما يعني. بس الصدفة ضربت معك هم يعني، ولا للحين ما ضربت؟ لا تقريبا وصلت المجتمع الخليجي. حلوة. فبتشوف ساعات الواحد ممكن يضحك شيء اي صح معاه قوة. صحيح. شنو سبب زيارتك حق ديرتك الثانية اللي نورتها بزيارتك؟ والله طبعا بدعوة من اخوي الراقي الاستاذ عيسى المحترم. احنا نشكره اصلا ونشكر طبعاً. بعد استاذنا اللي هو عرفنا عليه. هو اخوي المحترم استاذ حبيبي. بس خل اوريك عاد الدرع. فراقك لا تظللني، بعدك علي جارحني، محبتك اني ناسيها، وحيل اكره الطاريها. عفتك ريحت بالي، نسيتك وذكرت حالي، عسافه قلت لك الغالي، وانت برخص باياني. طبعا احنا اليوم ما حبينا تكون قعدتنا رسمية، ملينا الصراحة من الرسميات، حبينا شي نقعد جو الحلو. جو حلو بالكويت ولا مو حلو؟ عشان بعد قدام ضيفنا ما يصير يقول جو مو حلو. حتى لو مو حلو قول حلو. لا بعد جو لا لطيف. احنا بس نتمنى شيء طبعاً. واحد، نشوفك ان شاء الله بالحفلات الجايه الخاصه اللي قاعده تصير بالكويت، لان مثل في عندك اخوانك من العراق نورونا وونسونا بحفلاتهم ان شاء الله. فان شاء الله نشوفك ان شاء الله عن قريب ان شاء الله هاي فاتحه خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ليش لا. احنا نبي نشوفك بالحفلات الخاصه اللي قاعده تصير، لان شفنا وايد من اخواننا من العراق نورونا وونسونا بالحفلات. فانت في احد كلمك ولا ان شاء الله تكون في بدايه خير؟ والله ان شاء الله هي فاتحه خير بهاي زيارتي لديرتي الثانيه، بس ما راح نقول عليه، راح نروج عليه في الوقت المناسب يعني. ليش نبي عادك احنا شيء حصري؟ اي طبعا بس بعد. والحين لا بس عرفنا السرعه وين ناخذ. الله يوفقك. تسلمين. إن شاء الله توفيق للجميع. جد على هاللقاء الحلو الخفيف. نبي يمكن في ناس نبي نطلب طلبين، اغنيتين، فراقك الختاميه، بس نبي حب نقول اول شيء. لا 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 الما يحبني من ضمير، عيوني ما تشوفه كبير، كون إذا واحد يحبني راحتي انقلب حارس، ما اقول لك حبني قوة وما اسوي بحب واس، اني راسي دوم عالي
وثوب عزة نفس لابس، الما يحبني من ضمير، عيوني ما تشوفه كبير. كون إذا واحد يحبني راحتي نقلب حارس، ما أقول لك. الله الله زين نسمع. الله يلا تستمع مسك. فراقك لا تظن ذلني، وبعدك علي جارحني، محبتك اني ناسي، وحيل كرهت طاري، عفتك ريحت بالي، نسيتك وذكرت حالي، حسافة قلت لك الغالي، وانت برخص باياني تشذب قلك حزن، بفراقك عيونه بجن، اصلا بديت اهوى واحب، تاب ارجع لذاك الدروب، ما اسمح القلبي بعد يهوى ويحب اللي يريده، لو يرجع يبوس الارض ما خلي ايد بايد. عاشو الله الله شكرا لكم. اي والله ترى حر وندري حر. طبعا بنهاية حلقتنا اللي اليوم حلقة النجوم الساطعين، اقدر اقول ما ابي اقولها انا شي بلغة عربية، لكن انا تشرفت وانا بوجودي معاهم، وانتظرونا بحلقات برنامج مع فاطمة. حياكم الله.